مساء الخير. اليوم بنسوي الكبسه الترند اللي هي كبسه الهام. اول شيء في القدر تنزل الزيت والبصل، وبعد ما يتحمر البصل زي كذا ننزل عليه دجاج منزوع الجلد، وبعد ما يتحمر الدجاج ننزل عليه البهارات ومعجون الطماطم. حاليا ننزل المويه، ننزل علامه الجوده الفلفل، وبس كذا، ونغطي على الدجاج لمده ربع ساعه. طبعا انا هنا استخدم قدر الضغط الكهربائي اديسون من السيف جاليري. بعد ما يستوي الدجاج ننزل الرز وبس كذا، ونغطي القدر ونخليه على نار شمعه، ونخليه لمده 20 دقيقه 25 دقيقه لين ما يستوي الرز. وبس كذا وبالعافيه، والطعم من جد من جد جنان. نحط الملعقه على الجنب ونشتغل باليد. تحط سلطه يا عيني، تاخذ لك قطعه دجاج زي كذا، تمام، تديها رشه فلفل زي كذا. هذا السر هنا، كله الفلفل هذا الباودر هو السر. تعطيها لقمه زي كذا، اوب اوب اوب، وبالعافيه. مساء الخير. اول شيء نحمص صدر دجاج، ملح فلفل اسود وبابريكا، وبس كذا، ويكون الدجاج جاهز. حاليا في صحن كبير نجمع المكونات. هنا عندي بطاطس مسلوقه، الدجاج اللي سويته اول شيء، رشه بقدونس او بصل اخضر، ورشه ملح فلفل اسود وبابريكا، ونعطيها رشه جبن موزاريلا، وبس كذا، ونعجنهم مع بعض. حاليا نشكلها على شكل كرات وننزلها في اللبن. بعد كذا ناخذها وننزلها في الكورن فليكس، وبس كذا، وعلى الزيت. وممكن بهذه الحالة نفرزنها عادي. وبس كذا وبالعافية، والطعم من جد من جد جنان. مساء الخير. متخيلين هذا معمول؟ اليوم بعلمك اسهل واسرع طريقة معمول، والشكل زي ما انت شايف تحفة. اول شيء عندنا هنا حبتين بيض، نص كوب سكر فانيليا، ونص كوب زيت او زبدة، ونخلطهم مع بعض مرة كويس. حاليا نضيف المكونات الجافة: كوبين دقيق، ربع كوب حليب بودرة، رشة ملح، وملعقة صغيرة بيكنج باودر، ورشة برضو من بهارات المعمول، هذه اختياري. ننزلهم وبس كذا، ونعجنهم مع بعض وبس كذا، وتكون العجينة جاهزة. حاليا ناخذ من العجين زي كذا، تمام، ونحط حشوة تمر طبعا، ونقفل وبس كذا، وتكون جاهزة. وناخذ كرات المعمول ونحطها في جهاز الوافل زي كذا، ونقفل. طبعا انا هنا استخدم جهاز الوافل اديسون من السيف جاليري. وبس كذا وبالعافية، والطعم من جد من جد جنان، حرفيا حبة ورا حبة ما تقدر توقف. مساء الخير. اول شيء في صينية الفرن باستا مسلوقة، وبعد كذا ننزل الصوص الابيض عبارة عن قشطة وجبن سايل، وبعد كذا ننزل صوص البيتزا واي خضار انت تحبها على البيتزا، حتى ممكن تضيف بيبروني او دجاج او ستريبس. بستخدم زيتون اخضر من كوب اوليفا مع خلطة الليمون والفلفل. هذا يا جماعة الخير مع الصواني والحشوات شيء بوم طخ. واخر شيء على الوجه، كثر جبن يا مدير. وبس كذا، وعلى الفرن. وبس كذا وبالعافية، والطعم من جد من جد جنان.